صباح الفل والياسمين على أجمل متابعين. بدعوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ونبدأ على طول. اللي حصل في السعودية وفي جدة وجع قلوبنا كلنا، مش بس السعودية، يمكن العرب كلهم قلبهم اتوجع من صوته وهو بيتألم وبيقول ايش سويت، ايه ده انت صاحبي واخويا، وأهات وهو بيتحرق حي. يعني اللي حصل بشع والله العظيم، كل المقاييس بشع. اللي حصل مع بندر هو ليه أصحاب أو صاحب حسب الله ونعم الوكيل من طفولته، يعني تخيلوا، أصحاب جدا. هو شغال في الطيران السعودي وليه صديقه صديقه حصل بينه وبينه خلاف، أيا كان نوع الخلاف مش مهم، يعني محدش عارف ايه الخلاف اللي كان بينهم. يا سيدي ان شاء الله حتى اغتصب مراتك، يعني بصوا لدرجة ايه، إن يعني مش ممكن يكون اللي عمله الانتقام اللي عمله يكون عادي، مش ممكن. حتى وهو بيموت بندر وبيتحرق بيقول انا ايش سويت، يعني هو مش عارف هو عمل ايه. لو هي جريمة جامدة فعلا هو عملها ما كانش قال كده، ما كانش قال وهو بيموت انا ايش سويت، يعني هو مش عارف هو عمل ايه. حبيبي، اللي حصل اللي الجبان صاحبه اللي هو من صاحبه من الطفولة، احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. صحيح والله العظيم المثل أخده قال له عايز أقابلك عشان نفضي المشاكل اللي بينا، وراح واخده هو و3 معاه متفقين طبعا. وراح التاني جايب سلامة نية خالص على أساس هيحلوا المشكلة اللي بينهم أيا كانت بقى. وبعدين دخلوا العربية بتاعته وراحوا مكتفينه في الكرسي، وراحوا طالعين وقافلين العربية، وكانوا محضرين جيركن بنزين، وراحوا غرقوا العربية بنزين وولعوا فيها. مش بس كده، ده وقفوا يتفرجوا ويشمتوا، يعني مش اخدوا بعضهم وجيروا بقى ولا حاجة، لا، واقفين يتفرجوا عليه وهو يعني مش عارفة اجيب الصوت عشان والله العظيم هيبقى صعب قوي ان انتوا تسمعوا صوته وهو بيتألم. واحد بيتحرق ومش قادر يطلع من عربية، متكتف من ورا ومش قادر يطلع. هما بعد ما شمتوا وشافوه هو بيتحرق كده واطمنوا، اخدوا بعضهم ومشوا. الحبل اتفك طبعا من النار اللي هي ولعت، فالحبل طبعا لازم يتحرق هو كمان. قدر ان هو يطلع من العربية وبقى يجري في الشارع يزعق ويقول ايش سويت، انت صاحبي، انا ايه يعني، انا عملت لك ايه يعني. ما قالش فلان اللي عمل فيا كده، ما كانش همه ان هو يقول مين اللي عمل فيه كده علشان خاطر يعني ياخد طار وكده ويقبضوا عليه. كل اللي هيجنه انا عملت ايه. ده اكبر دليل ان هو فعلا ما عملش حاجة، او لو عمل حاجة مش يعني مش كبيرة. ليه تعمل فيه كده؟ ليه؟ يعني ايه الغل والحقد ايه القرف ده؟ هو في بشر كده يا ناس، في بشر كده، يعني اللي بيقتل وخلاص، لكن عايز يعني يعني يحرقه وهو حي. المهم يا حبيبي راح المستشفى، خدوه ودوه المستشفى. اول ما وصل المستشفى للاسف اتوفى. قبضوا على الكلب اللي هو صديقه، وما قبضوش على الباقي لسه. واكيد طبعا هو هيجيب الباقي وهيعترفوا بالجريمة وهيقولوا السبب اكيد، حتى لو ما قالوش السبب. المهم ان هم بيتوا النية. انا ما اعرفش القوانين في السعودية ايه، لكن اعتقد ان هو هيبقى اعدام، لان هم بايتين النية ورايحين ومكتفين وكده، يعني ناويين ان هم يحرقوه. وبعدين اخدت القضية رأي عام والدنيا كلها تعاطفت مع بندر، وطبعا لازم نتعاطف معاه حتى لو عرفنا ان هو عمل حاجة كبيرة قوي، يعني ما كانش يبقى جزاته الموت بالشكل واضح ان الانسان التاني، يعني حتى لو بندر وحش الله يرحمه، حتى لو يعني عمل حاجة وحش، يبقى الانسان التاني اوحش 300 الف مرة، لاني قدر ان هو يحرق صاحبه وصديق عمره ويتفرج عليه وهو او اي انسان. يعني واضح ان هو التاني ده مش بني ادم يعني، ولا يمت اي صلة بالانسانية نهائي. اللي يحرق حد اي شخص حتى لو عدوه ويتفرج عليه وهو بيتحرق وقاعد كده ولا على باله وما فيش اي حاجة، حتى ما حاولش يفوق لنفسه وينقذه، يبقى هو اللي غريز القلب، ما عندهوش قلب، ما عندهوش رحمة، ما عندهوش دين، مش مسلم. استغفر الله العظيم يا ربي. انا مش عارفة هو الاسلام يا جماعة اسم كده وخلاص؟ انا اسمي مسلم او مكتوب في البطاقة مسلم، وهو ديننا قال كده ان احنا ننتقم من بعضينا الانتقام البشع ده؟ حسب الله ونعم الوكيل. انا هتابع القضية ان شاء الله وهقول لكم ايه اللي هيحصل. ونفسي طبعا ياخد اعدام
ونفسي ان اللي معاه يتجابوا وياخدوا اعدام زيه، لان يتعاونوا معاه في حاجه كبيره جدا زي ديت. ايه الاصدقاء دي؟ يعني الاصدقاء يقفوا مع بعضهم في الجرائم اللي بالشكل ده، حسب الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا ينتقم.